ازيكم عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده الرز بلبن الكريمي بالوش المكرمش الجميل ده، وكل اسرار الرز بلبن اللي هتخليه معاكم مظبوط وناجح 100%. انا مغطيه بالاسترتش عشان ما ينشفش معايا في التلاجة. اهو ده كده بعد ما جمد في التلاجة. شايفين القوام بتاعه متماسك وجميل ازاي وكريمي وجميل جدا جدا. لو حابين تشوفوا انا عملت الرز بلبن الجميل ده ازاي وكل الاسرار اللي هتخليه ناجح معاكم، كملوا معايا الفيديو وشوفوا انا عملت الرز بلبن الجميل ده ازاي. المقادير اللي احنا هنحتاجها معانا: اول حاجة نص كوباية من الرز المصري العادي، هغسله اهو مغسول مش منقوع، هنغسله بس. ومعانا كمان هنحتاج كيلو من الحليب، ده الحليب اللي احنا بنشتريه سايب من عند بتاع اللبن من بره وغاليينه اهو. شايفين عامل وش ازاي؟ ده هيبقى كده حلو معانا في الرز بلبن. فهنحتاج لتر من الحليب. معانا هنا كمان نص كوبايه من القشطه اللي هي يا اما تجيبوا علبه قشطه جاهزه يا اما تستخدموا القشطه بتاعت وش اللبن عادي. ومعانا كمان هنا معلقتين كبار من النشا. النشا مهم جدا، بيدي قوام جميل جدا للرز بلبن. ومعانا هنا باكيت من الكريم شانتيه او حوالي كده معلقتين كبار مليانين على الاخر من الكريم شانتيه. وهنحتاج السكر كمان، معانا 5 معالق من السكر. طبعا السكر براحتكم، طبعا على حسب الذوق، انتوا بتحبوا الحاجه مسكره هتزودوا سكر، بتحبوها ناقصه سكر هتقللوا السكر. انا هحط 5 معالق من السكر كبار. معانا هنا نص كوباية من الحليب، دي هدوب فيها النشا بتاعي. ومعايا كمان هنا حوالي 3 كوبايات مية هحطهم على الرز وهو بيستوي. هنبدأ مع بعض فانيليا كمان اهي، فانيليا سايلة او فانيليا باودر براحتكم. هنبدأ بقى مع بعض نبدأ نعمل الرز بلبن. اول حاجة هنعملها جبنة حلة حطينا فيها نص كوباية الرز المغسول، هننزل بيها بالمية بتاعتنا اهي بس كده. وهنرفعها على النار اهي. نزلت بيها على البوتاجاز، حطيت الرز على الميه وحطيتهم على البوتاجاز. هنسيبهم بقى يغلوا كده على النار لغايه اما الرز يتشرب الميه دي ويطلع النشا اللي جواه كده ويبدا يستوي معايا. انا عايزاه الرز دايب، ما بحبش الرز الحبايه باينه في الرز بلبن، بحبه دايب بيبقى طعمه جميل جدا. فانا هسيبه كده حوالي 10 دقايق لغايه لما يغلي كويس ويتشرب الميه وحبايه الرز بتاعتي تبقى دايبه كده، وهرجع لكم تاني اقول لكم هنعمل ايه. شايفين دلوقتي بعد 10 دقايق كده الرز اتشرب معايا، شايفين وبقى اهو زي ما انتم شايفين دايب كده اهو. هبدأ دلوقتي بقى انزل باللبن معايا. هننزل بلتر من الحليب اهو بالشكل ده. انا مفضيه فيه القشطه عشان القشطه كانت متلجه فاوكي هتفك عادي مفيش مشكله اهو. اهم حاجه بقى نقلب الرز مع اللبن كويس عشان الرز يدوب في اللبن كده وما يبقاش مكلكع من تحت اهو. نقلبه كويس جدا مع اللبن بالشكل ده كده اهو. ونسيب بقى الرز مع اللبن لغايه اما الرز يدوب في اللبن كده. وهبدا بقى انزل بالنشا زي ما قلت لكم والكريم شانتيه والفانيليا دي اخر مرحله. بس هنسيبه كده برضو ايه لمده 10 دقايق او ربع ساعه الرز يغلي مع اللبن كويس جدا اهو. بس اهم حاجه كل شويه نديله تقليبه عشان ما يلسعش من تحت معايا ويلزق اهو. كل شويه هنديله تقليبه كده بالشكل ده اهو عشان نتأكد ان مفيش رز لازق في الحلة من تحت. بس كده اهو. هستنى بس الرز يغلي مع اللبن غلوة ومنزل بالسكر اهو. كمان في مكون اضافي انا ضفته براحتكم، ممكن تضيفوه ممكن ما تضيفوش، بس بيخلي الرز بلبن كريمي وجميل معايا وبحبه جدا طعمه. حطيت معلقتين كبار لبن بودر في اللبن نفسه في الحليب، حطيت جواه معلقتين كبار لبن بودر ودوبتهم ونزلت مع الحليب. دي خطوة اختيارية بس انا بحب اللبن بودر بيديه قوام كريمي وجميل اهو. بعد ما عدى كده حوالي 5 دقايق كده او 10 دقايق القشطة اللي انا حطوها دابت مع اللبن مع الرز اهو ساحت بالشكل ده. انزل بالسكر اهو زي ما قلت لكم السكر حسب الرغبة اهو. ادوب بقى السكر مع اللبن، انا بحب اعمله
بلبن الحليب، بحيث ان هو بيبقى دسم وفيه وش كده ودسم، فبيخلي طعمه احلى. ممكن تعملوه عادي بلبن مبستر اي نوع، بس انا بقول لكم لبن الحليب بيخلي طعمه وقوامه احسن من اللبن المبستر اللي متغلف الجاهز من بره. اهو بس كده. هسيبه بقى الرز مع اللبن كده يستوي كويس جدا، وبعدين اخر حاجه زي ما قلت لكم هضيف النشا والكريم شانتيه والفانيليا. انا معايا بقى الرز بلبن اهو. بعد ما سبته، انا سبته حوالي ساعه او ساعه الا ربع، لغايه لما شايفين الرز بلبن داب كده مع اللبن. اللي بيعملوه بيطفوا عليه على طول. ما يعني انا بحبش الطريقه دي الصراحه. الطريقه دي بصوا شايفين تقل، القوام بتاعه تقل من غير نشا ولا اي حاجه. انا محطتش عليه نشا، ده هو النشا بتاع الرز اهو. شايفين القوام بتاعه تقل وبقى جميل جدا. فانا بالتالي اما سبته ساعه كده لغايه ما تقل والرز داب مع اللبن بقى، مش عايزه اقول لكم ريحته وطعمه جميل جدا، والسكر اهو. دلوقتي بقى المفروض نحط الكريم شانتيه والنشا. طبعا هو مش هيحتاج معلقتين النشا، لان انتوا زي ما شايفين اهو داب اهو معايا بالشكل ده وتقل اهو. فانا خدت معلقه واحده نشا اهو، وخدت معلقتين الكبار الكريم شانتيه. طبعا هدوبهم في حبه لبن باردين مش لبن سخن عشان ما يكلكعش معايا، وهدوبهم كويس وهنزل بيهم بقى معايا اهو. بعد ما دوبت النشا مع الكريم شانتيه باللبن، انزل بقى على الرز اللبن كده اقلب فيه بالشكل ده بسرعه كده اهو، عشان النشا ما يكلكعش معايا اهو بالشكل ده. طبعا انا كنت حطاه زي ما قلت لكم ساعه الا ربع الساعه كده، حطاه على نار متوسطه، اللي هي ولا عاليه ولا النار ضعيفه، يعني نار متوسطه بحيث ان هو ما يطولش معايا على البوتاجاز. بس كده. طبعا انتوا اذا احتاجتوا المعلقتين ما تدوبوش كلهم. اذا بعد ما عملتوه هو هيغلي غلو على النار هيتقل كمان سنه معايا، فانا مش هحتاج نشا تاني. اهو هو قوامه كده مظبوط 100%. انتوا معاكوا لو انتوا خفيف معاكوا يعني ممكن يخف معاكوا، يبقى مش ما يوصلش لنفس السمك ده كده، هتحطوا المعلقتين بس. هو خد معايا معلقه كبيره نشا، براحتكم اهو. ده السمك المظبوط بتاعنا المفروض نوصل ليه. هنسيبه بقى يغلي غلو على النار، وبعدين هطفي عليه وهغرفه معاكم. اخر حاجه بقى هضيفها معلقه كبيره من الفانيليا السايله. الفانيليا السايله بتدي ريحه وطعم جميل، فانا بحطها في الاخر عشان الريحه بتاعتها ما تختفيش معايا اهو. في ناس بتحب تحط مستكه على الرز بلبن، انا بحبه كده اهو، مجرد بياخد طعم فانيليا ويبقى جاهز معايا كده. الرز بلبن بقى جاهز معايا، هنطفي عليه بقى على طول ونقدمه في الاطباق. هنبدا بقى نجهز الاطباق بتاعتنا ونبدا نغرف معانا الرز بلبن. عايزه اوريكم السمك بتاعه، ده السمك المظبوط. لو اخف من كده ما بيبقاش حلو، واتقل من كده برضو ما بيبقاش حلو. ده السمك بتاعه المفروض نوصل له. وانا حطيت معلقه كبيره من النشا، بس باكد عليكم عشان انا قلت لكم في اول الفيديو هحتاج معلقتين، لان اوقات بيسيبوش كتير على النار فبيبقى السمك بتاعه خفيف اهو. ده الشكل بتاعه اهو. هغرف كل الاطباق. اهم حاجه بقى في الرز بلبن بتاعي ان احنا نسيبه يبرد خالص قبل ما ندخله التلاجة. والوش المكرمش اللي كلنا بنسعى ان احنا نعمله عشان يعمل معاكم يبقى مظبوط، اهم حاجة زي ما قلت لكم هتسيبوه يبرد خالص. وبعد ما يبرد هنبدأ بقى نغطيه بستريتش، ما ندخلوش التلاجة مكشوف، او هنحطه في الاطباق اللي فيها غطا وندخله التلاجة. اهم حاجة نغطيه عشان ما ينشفش الوش بتاعي ويطلع معايا مظبوط اهو. هقدم كل الاطباق، تقدروا تحطوا عليها اي صوصات بتحبوها، تقدروا تحطوا عليها المكسرات اللي انتوا بتحبوها، تاكلوه ساده زي ما انا هاكله كده براحتكم خالص اهو. بعد ما غرفت كل الاطباق شايفين اصلا شكله كريمي ازاي وقوامه متماسك وجميل جدا. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا. الكميه دي هتعمل لكم حوالي 6 بولات كبيره او اكتر، يعني ممكن يعمل من 6 ل7 اهو. انا عامله طبق كبير كمان اهو. شايفين القوام بتاعه جميل جدا. هسيبه بقى يبرد وهبدأ اغلفه بستريتش وادخله التلاجة. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير. باي باي.
ازيكم عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده الرز بلبن بكل اسراره واللي هتخليه مظبوط معاكم والقوام بتاعه جميل. ده كده لسه مدخلش التلاجة. اول لما يدخل التلاجة ويتماسك كمان بيبقى معايا وشه مكرمش وجميل جدا جدا. تابعوا الفيديو وشوفوا انا عملت الرز بلبن الجميل ده ازاي.